عاجل: الدولار يطيح بالذهب والأسهم بعد بيانات مفاجئة. الأحوال تبدلت في لحظة. افتتحت أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على هبوط واضح بعد الافتتاح مباشرة، وذلك بعد بيانات مفاجئة صدرت منذ قليل، وبعد ساعات من قرار الفيدرالي وقرار المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة. وتأثرت الأسواق ببيانات التوظيف الصادرة منذ قليل التي لم تأتي على هواء الفيدرالي، حيث أضاف الاقتصاد وظائف بأكثر من توقعات الخبراء، مما يدل على أن الاقتصاد ما زال بصحة جيدة ولم يتجه للركود أو الضعف، وهو الأمر الذي يدعم الدولار في مواجهة الأسهم والذهب، وهو ما حدث، حيث تحول الدولار للارتفاع بقوة، مما انعكس على الذهب الذي هبط بشكل سريع أيضا فور صدور البيانات. توقعات الأسهم الفترة المقبلة. قال رئيس وحدة الأبحاث في فاندستر إن الأسهم الأمريكية تقترب من دخول سوق صاعد جديد، مع احتمالية ارتفاعها بنحو 20% على الأقل هذا العام. وأوضح توم لي في مذكرة بحثية: التوسع الأخير في حجم اتساع السوق والمشاركة يؤكد وجود سوق صاعدة. العام الحالي سيثبت أنه عام الفرص الأكبر والأزمات الأقل. وذكر لي جيروم باول ذكر كلمة تباطؤ التضخم 13 مرة في المؤتمر الصحفي، هذا يمثل تغيير في لهجة الحديث. ويرى محلل فاندستر أن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة للتوقف عن رفع معدلات الفائدة أو التحول لخفضها، مع وجود إشارات متزايدة على تراجع معدلات التضخم. أضاف الاقتصاد الأمريكي 517 ألف وظيفة في شهر يناير، فيما توقع الخبراء إضافة 185 ألف وظيفة. ويذكر أن الاقتصاد الأمريكي نجح في إضافة 260 ألف وظيفة في شهر ديسمبر 2022 بعد التنقيح. أما عن معدل البطلة فقد انخفض بنسبة 3.4%، فيما توقع الخبراء أن يصعد إلى 3.6%. وقد قال باول في اجتماع ديسمبر الماضي إن البطالة سترتفع إلى 3.7% في عام 2023 نتيجة للسياسات النقدية التشديدية من جانب الفيدرالي الأمريكي. وارتفع متوسط الأجور في الساعة على أساس شهري بواقع 0.3% كما توقع الخبراء، أما على أساس سنوي فقد صعد ب4.4%، فيما توقع الخبراء أن يرتفع ب4.3% فقط. ووصل معدل ساعات العمل الأسبوعية إلى 34.7 ساعة، وهو أعلى من التوقعات عند 34.3 ساعة. أما عن بيانات تقرير الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي عن شهر يناير فقد سجلت إضافة 443 ألف وظيفة، فيما توقع الخبراء 190 ألف وظيفة فقط. أعلن البنك المركزي الأوروبي قرار الفائدة أمس، وقام برفعها بنسبة 50% لتصل إلى 3%، كما أشارت توقعات الخبراء، حيث يحاول البنك السيطرة على الأسعار من خلال رفع متنام لأسعار الفائدة الأوروبية، الأمر الذي ينذر بركود حاد الفترة المقبلة. وبهذه الزيادة يسير المركزي الأوروبي بجانب بنك إنجلترا الذي رفع الفائدة ب50 نقطة لتصل إلى 4% منذ قليل، على خطى نظيره الفيدرالي الأمريكي الذي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أمس الأربعاء، كما كان متوقعا على نطاق واسع، وذلك بعدما كان رفعها 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي في أعقاب 4 زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 4.50% إلى 4.75%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007. فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد أضاف وظائف بوتيرة سريعة الشهر الماضي، مما أذكى المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في معركته ضد التضخم. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 127.64 نقطة بما يعادل 0.37% إلى 33,926.30 نقطة.
وفتح المؤشر ستاندرد أند بورس 500 منخفضا 43.07 نقطة أو 1.03% إلى 4136.69 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 253.96 نقطة أو 2.08% إلى 11946.86 نقطة. سقطت العقود الفورية للذهب خلال اللحظات الحالية إلى مستويات قرب 1873 دولار للأوقية بانخفاض بنسبة 2%. وفي المقابل هبطت العقود الآجلة للمعدن الأصفر خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم عند مستويات قرب 1887 دولار للأوقية بانخفاض في حدود 2.25%. ارتفع مؤشر الدولار في اللحظات الحالية بقوة إلى مستويات 102.697 نقطة بارتفاع في بنسبة 1%.